مساء الفل يا زعيم، ويلكم باك. اهلا بك يا زعيم في الحلقه الجديده من برنامج الفنان. النهارده تحدث الصدمه الكبرى في الساحره المستديره، وتنتهي بها ايضا مسيره كريستيانو رونالدو في الكوره. رسميا كريستيانو رونالدو ينتقل الى النصر السعودي لمده موسمين براتب سنوي 200 مليون يورو. الحقيقه ممكن الكلام ده يكون مفرح لناس كتير بالاخص الجمهور السعودي، ولكن محزن جدا لكل جماهير كره القدم وبالاخص جماهير رونالدو. جماهير رونالدو اللي لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي مش عارفه ليه، يعني كل عمال يسال نفسه ليه. يا ابني اقعد ذاكر يا ابني وشوف مصلحتك. الواد يرد عليها ليه يا ابني؟ عشان تنجح وتشرفنا كلنا. لا مش قصدي كده يا حاجه، انا اقصد ليه رونالدو يروح النصر السعودي. جماهير رونالدو وجماهير الكوره لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي مش قادره تتخيل الموقف. انا واحد من الجماهير من الصبح هم عمالين بيقولوا رونالدو راح النصر ومش عارف ايه، انا مش قادر اتقبل الفكره، يعني مش راضيه تدخل. وحتى كمان احط نفسي مكان رونالدو، هو ليه اوصل للمرحله دي؟ خلاص انا اوريدي وصلت لها ومستواي اقل، فخلاص اعتزل. قيمه وشخصيه وتاريخ رونالدو ما ينفعش تروح لانديه الخليج ابدا، مع احترامي الشديد لاخواتنا السعوديين والنادي النصر. انا ما بقلش من حد، لا انا بتكلم لرونالدو لاني بحب الشخصيه دي، بحب رونالدو ومشجع ليه من وانا صغير، وكنت عايز نهايته تكون احسن من كده، عايزه ينتهي كبير زي ما احنا كلنا شايفينه كبير. سبب من اسباب ان رونالدو يروح أندية الخليج هي مش الفلوس اكيد. السبب الرئيسي اللي انا شايفه من وجهة نظر ان رونالدو عايز يبطل هو وميسي ويكون هو الهداف التاريخي لكرة القدم، ولكن مش بالطريقة دي. في اسئلة كتيرة الواحد مش لاقي لها اجابة، والواحد مش قادر يتكلم. هو انت مثلا رايح السعودية عايز تثبت ايه هناك؟ يعني انت عايز توصل لايه؟ انت من اغنى اغنياء العالم وعندك شركات وعندك حاجات كتيرة جدا وفلوس لو قعدت تصرف منها لحد يوم القيامة مش هتخلص. عايز فلوس اكتر من كده ايه يعني؟ عايز تثبت ايه؟ ما انت فهمني، فهموني يا جدعان. وخلاص انت رحت النصر والحوار ده نقفل عليه. انت ليه قبل كده وانت اصلا ما كنتش ماضي مع نادي، ليه طلعت مثلا في لقاء صحفي او لقاء تلفزيوني وقعدت تخبط في تين هاج ومانشستر يونايتد وبتاع وانت اصلا مش لاقي نادي؟ رونالدو طلع وعمل الحاجات دي كلها وهو اصلا مش لاقي نادي، او ما مضاش في نادي كويس، او مش هيلعب في التوب ليفل ده، او مش هيلعب في الليفل ده تاني. الاحسن ليك ان انت كنت تكمل في يونايتد، ما ينفعش خالص ان انت تنهي كاريرك كده. وتاني حاجه لازم اتكلم عليها، تشافي لما انتقد قلت عليه تشافي حاليا بيلعب في قطر في دوري ضعيف ومش عارف ايه، وقلت كمان انا ما اعرفش هو بيلعب فين، ودي كانت حركه استهزاء منك بفكره انه يلعب في انديه ضعيفه او يروح دوري خليجي او يجري ورا الفلوس، واستهزأت بيه. حاليا الزمن بيلف يلف، تشافي لعب في قطر، انت حاليا بتلعب جنبه على طول، فرق ما بينكم خط بس. قبل كده من سنتين ثلاثة رونالدو كان المرعب بتاع اوروبا كلها، مرعب البايرن ومرعب برشلونة واي حد. دلوقتي رونالدو بيرعب الفيحاء والباطن وكفر عبده والفرق دي. تخيل معايا انت كنت بتلعب في ليفل ايه، دلوقتي وصلت لايه. دلوقتي مفيش حد يطلع ويقول لي رونالدو الكلام ده كله مش هيأثر على تاريخه، ورونالدو عمل وعمل وعمل، مفيش شك في ذلك، ولكن نهايته ما تكونش بالشكل ده. وعلى قدر المحبة يأتي العتاب. واحد من افضل من لمسوا الكورة في التاريخ واسطورتي المفضلة، وواحد عامل تاريخ كبير جدا وعظيم جدا في الكورة، وهو رونالدو اللي كان والحاضر، وهو الاسم اللي بيهز جبال. ما ينفعش نهايته تكون كده ابدا. يعني مثلا رحت النصر وبقيت الهداف التاريخي للدوري السعودي والنادي النصر، وبقيت الهداف التاريخي للكوره، ماذا بعد؟ اثبتت لنا ايه اكتر من اللي انت عملته؟ هل لما انت تكون الهداف التاريخي لكره القدم ولاي حاجه ولاي بطوله في التاريخ، هل كده انت اثبتت لنا ايه جديد؟ يعني هو انت كده اقنعتنا بيك؟ يعني مفيش حد في العالم مش حاطط كريستيانو من اساطير. يعني يا عم بقيت هداف الكره الارضيه، هداف السبع قارات، ماذا بعد؟ هنحبك وكده؟ طب ما احنا بنحبك وبنعشقك ومحطين صورك في الاوضه اهو. انا طالع في الحلقه دي مش عارف اتكلم على ايه ولا ايه ولا ايه، لان في كلام كتير والله العظيم محشور في زوري، مش قادر اطلعه. انا عندي اسئله اسئله لو قعدت اقولها من هنا للسنه الجايه مش هتخلص والله في الحوار ده. يعني انا قاعد على الكمبيوتر دلوقتي، كنت قاعد بتفرج على فيلم ويجي خبر على التليفون، افتح التليفون الاقي ان رونالدو انتقل للنصر السعودي. ايه؟ اقفل الفيلم ونشوف وندخل على الرابط ونفتح الفيس ونشوف فعلا انتقل. ما بقتش فاهم، يعني ما بقتش. خيالي مثلا جاي يقول لي اللي هو هيقابل درب الغضب، هيكون الهلال والنصر. يعني
البطوله الكبيره اللي هو هيلعبها، هيلعب الكاس، عنده الكاس الماتش الجاي. انتوا فاهمين يعني؟ فاهمين؟ اقسم بالله جالي جليتش، يعني جالي ايرور كده في دماغي اللي هو يعني طب ايه؟ طب ايه رونالدو يعني؟ ايه المرحله الجايه هتعمل ايه؟ يعني هتفرج ايه انا ليه عليك مثلا؟ انا بحب مثلا اتفرج على رونالدو وعايزه مثلا يعمل اي حاجه ويكسر دي. يعني جاب جون مثلا في الفيحاء، جاب هاتريك في الفيحاء مثلا، يعني هحتفل وكده وبتاع ويا الله عليك، يلا شايف الدماغ وشايف الرجل، شفت كعب الرجل، شايف بطن الرجل، شفت مش هقعد اقول كده يعني. جاب جون ماشي عادي عادي والله، كأن محمد عنتر مثلا، والله كأن محمد عنتر جاب جون في الداخلية. هل حد متشوق للحوار ده؟ ولا اي حاجه والله، ولا انت متشوق ولا محمد عنتر اصلا متشوق للحوار ده. فهو نفس الفكره بتاعت رونالدو، اللي هو جاب جون في نادي نفط، ما يجيب جون في نادي نفط. حاجات كتير والله العظيم يعني خلت الواحد قاعد حزين اقسم بالله، اللي هو ليه ما اعتزل يا باشا، اعتزل. اقسم بالله ده انا كنت هقعد اسهر اعمل لك حلقه، كانت الحلقه دي هتقعد ساعتين ثلاثه، ان رونالدو عمل وعمل وعمل ومهاراته والفكر والابداع وراح فين وجه منين وهيعمل ايه، وكل الحاجات دي كنا هنقعد نقولها في حلقه 24 ساعه، كنا نقعد يوم كامل نتكلم عن رونالدو يوم اعتزاله. ليه اوصل ان انا اروح دوري سعودي ولا دوري مصري، ولا مع احترامي الشديد لكل الناس دي او لكل الدوريات دي وكلها اوطاننا العربيه الجميله، لكن ليه اوصل لحاجه زي كده؟ الموضوع ده حاجه حلوه جدا لدوله السعوديه ولنادي النصر وللدوري السعودي بشكل عام، ولكن لمحبين الكوره الموضوع ده مش هيكون مفرح ليهم يعني خالص. راتب السنه رونالدو 200 مليون يورو، تمام، وهياخد له في الشهر يجي حاجه و20 حاجه و30 مليون، تمام برضه وكل حاجه. بس انت رونالدو لو قعد في البيت حاطط رجل على رجل هيجي له فلوس، عنده شركات وعنده زائد كمان مجمع فلوس، زائد كمان هيجي له اعلانات، زائد كمان مش عارف هيعمل ايه، اعلان لاكي على الاقل. لو الدنيا يعني مخبطه معاك تيجي عندنا يا عم تعمل لك حديد المصريين وجيل جديد من حديد والكلام الجميل ده، وتعمل لك اعلان السبك هياخدك في فيلم الحياه مش هتقف. يعني انت عايز توصل لليفل ايه؟ يلا عايز تروح فين تاني؟ يعني عايز تروح فين تاني والله؟ عايز توصل لمرحله ايه؟ هل انت عايز تقعد على القمر؟ عايز توصل لايه؟ ما انت قاعد واحد عنده بيوت وعنده فيلات وعنده قصور وعنده يجي 500 عربيه ومعاه فلوس في البنك، لو ولع فيها كلها مش هتخلص. يعني ماذا بعد يا رونالدو؟ والله العظيم يعني انت اكيد بقى هتتابع الحاجات دي، بقى تتابع المحتويات العربيه، تتابع الدحيح ومش عارف ايه، وهتلاقي ممدوح نصر الله ونصوح، يعني هتتابعنا كلنا يعني ان شاء الله. بس يعني كلنا والله عايزين نوجه لك سؤال، اللي هو انت كنت عايز توصل لايه بقى؟ فاهم يعني؟ رحت فين؟ رايح فين؟ جاي منين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ احنا فين؟ عندي امتحان قاعد بذاكر طلع اعمل حلقه صباح الفل. يعني الحوار ده لو كان مثلا انتقال يعني الناس كلها عماله بتضرب في بعض، والله ما كنت هطلع اعمل حلقه. لو مش عارف مين خد ايه ما كنتش هطلع اعمل حلقه في الوقت ده. قاعد عندي امتحان، عندي فاينل كمان 3 ايام وبتاع، ما كنتش هطلع عمري اعمل حاجه زي كده. لكن رونالدو انا اتجننت. انا لحد دلوقتي بقول ايه كان كدبه ابريل، احنا لسه داخلين على يناير اصلا واحنا في ديسمبر، فاهم؟ فمش ابريل خالص، كدبه يناير. لسه دخلناش على يناير. طب ايه طيب يعني هل الحوار ده صح؟ يعني يا رب يكون غلط. لكل الناس والله اللي متابعاني لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها معاكم دي، فمعلش والله الحلقه دي انا عارف ان هي مش حلقه على قد ما هي فضفضه، انها طالعه فضفض في الكاميرا وفضفض معاكم وبس كده. احنا بس في اخر حديثنا احنا عايزين نقول ليه. ليه؟ لا انا مش طيب كده. لا سلام يا جدعان، سلام يا جدعان. انا مش عارف، تعالوا بس شوفوا معايا كده. انا استنى بص رونالدو، ده رونالدو عشان ده رونالدو
ده رونالدو حاطط صورتين ليه فوق تحت. ده رونالدو. انا مش قادر والله اقتنع ان ممكن حاجه زي كده تحصل. سلام يا جدعان.